لطالما تميز الرجل اليمني بزيه الشعبي، جنبية على خاصرته وثوب وجاكيت وشال إما على الكتف أو الرأس، توليفة يمنية يبيعها الشاب فاروق في سلسلة محلاته التي افتتحها في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية. بعد أن توقف عملي السابق قررت عدم الاستسلام للأمر الواقع، ورغم الظروف التي يعيشها اليمن قررت أن أحقق أهدافي التي رسمتها في مخيلتي، والحمد لله اتجهت صوب الاستثمار وافتتحت أول محل في شارع القياد الزين الإمارات التي يختص بالهوية اليمنية، الثوب والشال وغيرها، بحكم خبرتي التي عملت فيها لمدة 13 عام. يسعى هذا الشاب أن يصبح اسم شركته زين براند يصل إلى كل مكان، فعلى ماذا يعتمد في تخطيطه؟ إذا أي واحد نوى مننا أن يشتغل في أي مشروع أن يبني علاقة جيد وطيب لدى الآخرين، لأنه سيعتمد عليها في الأول والأخير، سواء من تسويق أو من دعم أو من أي ناحية، وهذا ما اعتمدت عليه أنا طبعا، ولا أنا بدأت من الصفر واستفدت من علاقتي، والحمد لله كسبت لي أخ وصديق الذي هو داعم لي، الحمد لله، والآن ماشيين كل شيء تمام. تعثر وبطالة إلى استثمار مثل فرصة لكثير من الأيادي العاملة في وضع اقتصادي منهار. الحمد لله رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وانهيار الاقتصاد، هناك شركات أغلقت أبوابها في التوظيف، ووجدنا البديل، وذلك في زين الإمارات، حيث وجدنا بيئة عمل راقية جدا، دخل الحمد لله جيد جدا. قصة نجاح أصاغها فاروق بنجاح، وبات مثالا في الإصرار على تحدي الصعاب. ما بين قصص الإحباط التي تخلفها الحرب قصص نجاح يشار إليها بالبنان، وبالإضافة لنجاح فاروق في مشروعه فخطوته هذه تحافظ على أصالة الزي الشعبي وبقائه. لليوم على الحرة من صنعاء، عمر الورفي.